السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي ومتابعين الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة، وان شاء الله فيديو يوم السوق كده بالاسعار، وهنشوف الاسعار بتاعة السوق عاملة ايه النهاردة. يا رب تكون الاسعار كده بقت يعني في هدوء شوية، وفي غلو في اسعار تانية، وفي حاجات ارتاحت وفي حاجات غالية. فيلا كده نسمي بالله كده ونشوف ايه هنشوف الاسعار بتاعة السوق النهاردة والمشتريات اللي احنا اشتريناها. اول حاجه كده انا جبت طبعا زي ما انتم شايفين يوم السوق جبت عنب، وهقول لك ازاي لو معاكي 250 جنيه ازاي تسوقي وتدبري نفسك بيهم وتجيبي كل اللي بص بقى. اول حاجه كده انا جبت زي ما انت شايفه، جبت 2 كيلو بطاطس، وجبت 2 كيلو بطاطا برضو، وهقول لكم الاسعار دلوقتي في اخر الفيديو. وجبت 2 كيلو ونص بتنجان، وجبت نص كيلو فلفل على شطه، وكيلو بلح اصفر، وجبت كيلو واحد طماطم لان الطماطم مرخره بسم الله ما شاء الله. وبالنسبه للخيار جبت كيلو ونص، وجبت كيلو ونص بلح اصفر. ديت من المشتريات اللي جبتها من الخضار. بصوا العنب جميل ازاي، العنب ما شاء الله حلو زي العسل. هقول لكم على اسعار دلوقتي. انا جبت العنب ده الكيلو ب30 جنيه، جبت كيلو ونص. والبتنجان كنت جايباه كيلو ونص ب10، بس بتنجانه صبحه كده وزي العسل. ربطة الخضره دي كنت جايباها ب5 جنيه. كيلو البلح الاصفر دهوت كنت جايبه الكيلو ب15. والبطاطا جبت الكيلو ب5، جبت 2 كيلو ب10. واللهم صل على سيدنا محمد. والطماطم طبعا الطماطم ب35، جايباها الكيلو ب35. والطماطم يعني حلوه جامده وحلوه. والخيار ده جايباه الكيلو ب10، يعني جبت كيلو ونص ب15. بطاطس ال2 كيلو جبتهم على 45 جنيه. دي بتاعت السوق النهارده. وجبت كمان سمك مشط كده للشوي، ما هوش كبير قوي، حلو يعني متوسط، حلو زي ما انت شايفاه، جبته ب50 جنيه. ادي الاسعار بتاعت السوق. هنمشي نفسنا بال250 جنيه من خضار وفاكهه. وجبت كمان كيلو سمك اهوت هنشوي كده إيه يعني في نص الاسبوع ولا حاجه. ده بالنسبه ل 250 جنيه بس خضار وسوق. لو طبعا انا عندي ليمون، جبت ليمون عندي ما كملتش. وكل واحد يا جماعه على قد مقدره بيته وعلى قد ولاده وعلى قد وعلى السعر اللي انت فيه، على السعر اللي في بلدك فيه. بصوا بقى انا وراكم كده طبعا الخضار والسوق بتاعنا. تعالوا بقى اقول لكم النهارده يوم غسيل وترتيب وما شاء الله عليه. هو غسيل. طبعا عندكم البطاطين اللي انتوا شايفينه دهوت، لسه ما غسلتش البطاطين بتاعتي، وكان في كمان بطانيه نقعاها كمان عشان اغسلها. طبعا الجو بدأ خلاص في الخريف كده، يعني نسمة هوا بقت في الجو، وبدأ الجو يرطب. فانا قلت اما الحق اغسل البطاطين بتاعتي، ودي كمان كانت الحافظه بتاعتي كده كانت برضو مش نظيفه. قلت اغسلها. طلعتها بقى كده، وبدات ان انا استعنت بالله كده وقلت عيني وقوني يا رب، وقلت اما اغسل بقى ابدا اغسلهم علشان خاطر طبعا ارتاح من ناحيتهم، ويبقوا نضاف على دخول الشتاء كده، يبقوا نضاف معايا. يلا صل على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. واللي لسه ما دخلش في القناه يدخل ويشرفني وينورني فيديوهات. لو عجبتكم القناه اشتركوا، لو ما عجبتكوش برضو حطوا اللايك. بصوا بقى هنقع الاول الحافظه ديت. انا جبت بقى طشت كبير كده ميه، ومليته ميه، وحطيت طبعا انا بستعمل كلور خام، جبت كلور خام وقمت حاطه في قلب الميه الاول الكلور وقلبته كده. وجبت البرسيل بتاعي وكبته عليه، او كيس الاومو او كيس الاوكسي المسحوق اللي انت بتستخدميه يعني. وقمت نازله بيه عليه كده زي ما انت شايف. انا بحط الحافظه بعملها معامله البطاطين، بغسلها في قلب الطشت او اغسليه في البانيو عندك زي ما انت حابه بقى. احنا طبعا عندنا طشت ما عندناش بانيو. وقمت حطاها زي ما انتوا شايفين كده، وقمت فاتحه الميه عليها. بصي بقى هسيبها بقى لحد لما هنقعها شويه كده، هنبص نلاقيها بقى نزلت كل اللي فيها. وغسلت طبعا، غسلت بقى البطاطين وغسلت الحافظه وطلعت نشرتهم. ما جبتش كل ده معاكم. هنعمل غدا بقى النهارده بعد وجع القلب وهدة الحيل دي. قلنا كان عندي فرخه يتيمه كده على السطح، والله كانت يتيمه مفيش الا هي، وحظها ما يعلم به الا ربنا. قلت هتجيب لي فرختين كده صغيرين كل ما تولد عشان تطلع لي فرختين. بختها مايل، قلت لها والله لا بدبحاكي واكلينك وخلاص. قمت ماسكه الفرخه دبحتها ونضفتها وخليتها زي الفل زي ما انت شايفه، ونقعتها طبعا في شويه ليمون وشويه خل وشويه دقيق وشويه ملح، وعصرت عليها كام ليمونه كده ونقعتها فيهم. وبعدين قمت ماسكاها بقى عشان اعلق عليه طماطميه بصلايه فص توم او فصين توم صغيرين، وحطيتها في الحله كده، سخنت الحله وقمت نازله بيه. ونزلت بشويه وهديها تشويحه بقى من اللي قلبك يحبها. شوحها يا اخت عشان تاخدي شويه شوربه سكر كده سكر.
شايفه الجمال. انا عامه اي طيور عندي بحب اشوحها، شوح الطيور هتاخدي منها شوربه حلوه. في ناس بتحب تسخن ميه او تغلي ميه وتنزل بيها، برضو دي طريقه حلوه، كل واحد بقى وليه طريقته، كل واحد وليه نفسه في الاكل. بس انا بحب الطريقه ديت، ان انا اشوح اي طيور عندي، بحس ان الشوربه بتبقى مختلفه، ومبيبقاش بقى عليها ريم ولا اي حاجه من دي. سبتها بقى تتشوح كده وتاخد لون حلو من تحت، وتتشوح بالتوابل وبكل حاجه. بدأت بقى انزل بالشوربه بتاعتي، وقمت مغطيه عليها وسبتها تستوي بقى مع نفسها. قلنا بقى هنعمل شويه رز بشعريه كده حلوين جنب الفرخه بتاعتنا. طبعا الفرخه دي فرخه بلدي يا جماعه. جبت كيس الشعريه كده وبدات انزل بنصه كده او اكتر بشويه، وحب معلقتين سمنه على معلقه زيت، وبدات ان انا ايه احمر في الشعريه. ده بوريكم الرز اللي انا ايه هحطه، يعني ايه هنعمل بيه او هنحطه على الشعريه. احمر الشعريه لون ذهبي كده، انا مش عايزاها تبقى واخده لون غامق، انا عايزاها تبقى لون ذهبي كده وحلو، عشان تبقى في الرز فاتحه وجميله. ما تغمقيش الشعريه قوي برضو، يعني تخليها سمره، لا خليها لونها حلو ذهبي كده. وطبعا الفرخه معلقه عليها على العين التانية هناك اهي. زي ما انت شايفه. يلا نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. بشكر كل حبايبي وكل متابعين اللي دخلوا له جداد على راسي من فوق، ربنا يديمكم في حياتي يا رب. وان شاء الله كده القناه تكبر بيكم وليكم باذن الله. بس ما تنسونوش في اللايك والكومنت الجميل منكم، وتصلوا على رسول الله في الكومنتات، وتشيروا الفيديو لو ايه يعني، لو حبيتوا تشيروه تشيروه. نزلت بالرز بقى كده على حبة الشعرية بتاعتي، وبدأت ان انا اقلب في الرز وهديله تشويحة حلو. وهنزل بشوية ملح وشوية فلفل اسود، بس المقطع ده ما جايش. هنزل بقى بالمية بتاعتي، لو انت حابة تضيفي شوربة ضيفي، مفيش اي مشكلة، احنا هناكلها النهاردة بفراخ هتبقى زي العسل، مفيش مشاكل يعني. نزلت بالملح اهوت، والفلفل برضو نزلت بشوية فلفل صغيرين كده، بيخلي طعم الشرب طعم الرز زي العسل. خلاص الفرخة بقى استوت، وعايزة اقول لك يا اخت غابت على ما استوت، بس استوت الحمد لله. ما هي فرخة يتيمة بقى لها زمن على السطح. قمت ماسكاها بقى، قلت ايه هحمرها بشوية زيت كده، معلقتين زيت، وبدأت ان انا احمر في الفرخة زي ما انت شايفة كده. هديها وش حلو من كل الجوانب ومن اليمين ومن الشمال، لما خليتها ايه زي العسل زي ما انت شايفة. شايفة الجمال، ايه رأيك؟ اهو بصوا ديرتها الناحيه التانية برضو. طبعا الفرخه البلدي انا مش بشيل الجوانح بتاعتها، انا بنضف الجوانح بتاعتها واشيل اللي هي الحتت الزفره اللي فيها، وبسيبها زي ما هي، لان هي بتبقى فرخه صغيره. يعني دايما معروف ان البلد عندنا ما بيبقاش كبيره، او في اي حته الفراخ البلدي بتبقى ايه معصفره كده. بس ما شاء الله الفرخه دي كانت حلوه لانها كبيره، مش صغيره، الفرخه دي كبيره. محيراني ومحيرة نفسها ويتيمة وغلبانة على السطح، وكل لما اطلع تصعب عليا، عاملة زي ايه، زي الواحدة اليتيمة كده او الواحد اليتيم. قلت لها لا تعالي بقى، مش هخليكي يتيمة تاني. خلاص حمرتها واديتها لون حلو زي ما انت شايفة اهي. شايفة الجمال زي العسل. بعد يوم الارهاق بقى والتعب والغسيل والمرمطة، قلنا بقى ايه ناكل اكلة حلوة. خلاص زي الفل اهي، خدت لون زي العسل كده، هطلعها بقى كده على طول. وبعدين نغرف الاكل بتاعنا بقى اللي يفتح النفس. شايفه شكل الفرخه، بسم الله ما شاء الله عليه. كانت لحمها والله العظيم مسكره كده، ولحمها احمر، عامله زي ما تكوني بتاكلي بط سوداني، كانت زي العسل. شايفه الشوربه كمان ما شاء الله زي السكر اهو. هبدا اغرف الشوربه بتاعتي بقى. حبه شوربه يا ولاد سكر، يا ريتكم كنت معايا كده ودقتم الاكل. يلا الحمد لله، وبألف هنا يا رب للي كل، وبألف هنا برضو للي شايف وما كلش. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. يا جماعه الذكر، طول ما انت واقفه في المطبخ كده اذكري الله، صلي على رسول الله، صدقيني بتحسي براحه واطمئنان وحاجه تانية خالص. لو لسانك اتعود على الذكر او ايدك اتعودت على الذكر، هتبص تلاقي نفسك لوحدك بتصلي على رسول الله لوحدك، بتذكري الله لوحدك، بتستغفري لوحدك. الاستغفار ده جميل جميل، ذكر ما اقولكيش عليه. الاذكار كلها حلوه قوي، راحه واطمئنان وراحه بال وهدوء. وربنا يبارك في حاجتك اللي بتعمليها، بتطبخي ربنا هيبارك لك في حاجتك، ربنا هيبارك لك في رزقك، ربنا هيبارك لك ازاي ومفلفل وزي العسل. وشايفه لون الشعريه فيه بسم الله ما شاء الله. شايفه بقرب لك الكاميرا عشان تشوفي اللون بتاعه. وشايفه الرز حباه، حبيته مفلفله كده وزي السكر. اللهم ديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. ادي اليومنا النهارده يوم بسيط كده ويوم حلو ويوم جميل، كله طاقه كده وكله حماس. وكان يوم كله شغل صراحه، يعني طبعا ما صورتلكوش حاجه اصلا، ده مقطع خفيف كده. بس انا غسلت بطاطين وغسلت فرش كتير، ويلا اللهم لك الحمد يا رب.
غسلت سجاد كمان. اللهم لك الحمد. زي ما انت شايفه، وادي الاكل بتاعنا النهارده. انا قلت كده نعمل ايه، حاجه كده ترم عظمنا. زي ما انت شايفه اهو. وقطعت خياره بقى كده، وفضل ونعمه من عند ربنا. اللهم ديمها نعمه يا رب، واحفظها من الزوال. شايفه الفرخه جميله ازاي، زي العسل، بسم الله ما شاء الله. الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم كده، وما تنسونوش في اللايك وفي الشير وكومنت حلوه منكم كده، وتسلم ايديكم على اللايك الجميل اللي انتوا بتحطوه. زي ما انت شايفه الاكل زي العسل ما شاء الله عليه. اشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم على خير، مع الف سلامه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.